حبايبي وفلذات كبدي متابعين اتش دي اسيا في كل مكان، ما تنسوش تشجيعكم باللايك والكومنت الحلو يا حلوين. وتعالوا معايا كده نشوف بطلنا المجنون بعد ما وقع في حب بنت مجنونه اكتر منه، فبيفضل يطاردها كانه بيطارد حرامي غسيل، وحلف ما يسيبها الا وهو متجوزها. والقلوب بقى والورد الاماراتنا اللي بيكتبوا لنا احلى كومنتات، الامرايه فراشه والسكره تانيا والحلوه امل والعسوله مريم. معاكم دودو من تيم اتش دي اسيا، ويلا بينا. بتبدأ حكايتنا سنة 2025 مع بوسي وآدم أبطالنا، وهم بيودعوا بعض للمرة الأخيرة قبل انفصالهم، وكل واحد منهم بيكون عين في الجنة وعين في النار، ومش هين عليهم يمشوا. وعلشان نفهم إيه اللي حصل ووصلهم للحالة دي، فهنرجع بالزمن ل 2007 لما بوسي بنتنا كانت لسه طالبة جامعية واسمها مسمع في كل حتة علشان ضربة منها حبتين تلاتة كده، وماشية بمبدأ اللي يزعلك زعله، هي موتة مش أكتر. وبنشوفها وقتها وهي داخلة لسكن الشباب ولا فرق لها، ومن هنا بتدخل للأوضة اللي حبيبها الخاين سكن فيها، وبتقابل آدم لأول مرة وهو قاعد حاطط ماسك الكولاجين وفاكس للدنيا وما فيها، فبتقول له اركن لي انت كده على جنب دلوقتي، وهاتك يا تكسير في سرير الواد بتاعها كدرس بسيط كده علشان يبقى يعرف يخونها كويس. وهنا آدم كان طاير من الفرحة لأنه أخيرا لقى حد مجنون أكتر منه، فقعد يصورها وهو بيقول لنفسه إنها هتكون اكتشاف لو صور معاها فيلم وثائقي. ولما بيلاحظ إنها أخدت بالها وهو بيصورها وادت له التكشيرة اللي معناها إنه جابه لنفسه، حاضر، سريع سريع بيلطع لها ماسك كولاجين هي كمان على وشها وبيقول لها معاش ولا كان اللي يضايقك. وهنا المحروس بتاعها بيوصل مع البت اللي ماشي معاها، فمن نار بنتنا ومن غير تفكير لثانية واحدة بتحاصر آدم وبتخلعه القميص بتاعه. قال يعني في حاجة بينهم علشان تغيظ حبيبها وتوصل له إنه هو كمان ولا حاجة بالنسبة لها. وبعد الحوار ما بيتلم وكل واحد بيروح في طريقه، آدم بيفضل لازق لها اليوم كله علشان يقنعها لتصوير الفيلم. ولما بيلاقي مزاجها لسه متعكر بيقول لها سيبي لنا الطلعة دي وأنا هخلي لك حبيبك يمشي حاطط وشه في الطين. هو بياخدها معاه الحانة اللي موجود فيها هو والبنت اللي ماشي معاها وبيحفل عليه هو وكل الموجودين. فكرد جميل من بنتنا بتوافق إنها تتفرج معاه على الأفلام اللي كان صورها قبل كده لأنه بيحب الإخراج. وفي السايبر بيروح لهم حبيبها وهو واخد الصيع اللي ملموم عليهم علشان يتحمى فيهم لو اتضرب لأنه منفوخة على الفاض، وبيقعد يلقح على بنتنا بإنها شمال وكانت مخزوقة وخرباها، فبتشغل له وضع قشدي وهري مع نفسك وشوف مين اللي هيعبرك. وعشان تستفزه بتقوله إنها فعلا كانت خرباها، بس اللي مش فاهماه هي إزاي كانت عامية لدرجة إنها بصت له. وبتاخد آدم وبيجروا من المكان وهما مستمتعين بكل الجنان اللي بيعملوه سوا. وبيكون هدف آدم بعد ما يتخرج إنه يسافر يعيش في بكين، لأن معروف إن أغلب المخرجين الكبار عايشين هناك. وعلى الرغم من إن بنتنا بيكون هدفها هي كمان تعيش في بكين، إلا إنها بتكون فاكسة للموضوع، وده لأن العيشة هناك غالية وهي ما حالتهاش حاجة. ده غير إنها لو قالت لأمها حاجة زي كده مش بعيد توقدها لأنها سد على جامعتها بالعافية. وآدم اللي ما صدق بيلزق لها تاني يوم في الجامعة وهو مشغل الكاميرا وبيصورها فيديو، وبيفضل وراها لحد ما بيروحوا الشط وبيقضوا اليوم سوا. وبتكون أهداف بنتنا كلها شمال في شمال، فعشان ابننا كريم بزيادة بيقرر يحقق لها واحد منها ويقضوا الليلة سوا. وبيروح يحجز أوضة كده في فندق بسيط لأن هو كمان ما حالتهوش حاجة، وبيكون محرج يتقرب منها. وبنتنا بتقول له لا بقول لك ايه، ما تخلاش بيا بعد ما عشمتني، وبتتقرب هي منه. لكن في النهاية بتعمل مكسوفة وما بيحصلش حاجة بينهم، وبتعدي الليلة وهم قاعدين يتفرجوا على أفلامه. وبعد ما بتتخرج بتكون خلاص هتسافر لقريتها وتعيش الحياة اللي والدتها رسمها لها. على آخر لحظة بيقدر يقنعها تمشي ورا حلمها وتسافر لبكين، وهو كلها كام شهر وهيتخرج هو كمان ويجري وراها. وعلشان نقطة ضعفها القرارات المتهورة فهي بتوافق سريع سريع وبتسافر في لحظتها من غير ما تعمل حساب لأنها مفلسة وما حالتهاش اللضة. وفي 2017 بيكون شكلها كده الدنيا مش مظبطة معاها هي وهو، فبتفكس لللاب اللي عايز ذكرياتهم وبتسيبه في المطار. وفي النهاية حد بيلاقيه وبيتباع لشخص ورا التاني لحد ما بيشتريه فندق متخصص في استضافة الأشخاص المهتمين بألعاب الفيديو. وبتقع فيديوهاتها مع آدم في إيدين آيلا وويلر، اتنين كانوا بيلعبوا مع بعض في الفندق. ولما بنرجع ل 2007 مرة تانية لما وصلت لبكين بيوقف لها سواق تاكسي وبيكون فاكر نفسه هيعرف يعمل من وراها سبوبة ويقلبها في قرشين. بتقول له لا ده انا جايباها من تحت قوي، ولا انا حاليا برضو ما حلتيش حاجة. وبتفضل تقاوح معاه لحد ما بتدفع له نص الأجرة بس، لكنها برضو ما بتكونش أذكى منه. فبيدخل لها من حتة إنها محتاجة سكن وإنه هيقدر يوفره لها، وبياخدها العمارة على إنها تبعه. وبعد ما بيقلبها في القرشين اللي معاها بيقول لها تستنى لحد زميلتها في الأوضة ما تيجي وتفتح لها، وبيفلسع. ولما بتكتشف إن
اتنصب عليها بتقول لنفسها مش أنا اللي على آخر الزمن يتعلم عليا، وبتكون متوقعة إنه هيكون عند المطار بيشوف له نصباية جديدة، فبتروح تعمل الواجب معاه لحد ما بتندمه على اللحظة اللي شافها فيها. وزي الجزمة بيأجر لها أوضة في شقة عايش فيها أكتر من 15 شخص، وفي الأوضة اللي بتكون أصلاً متر في متر بيكون عايش معاها بنت اسمها ليلى. ولما آدم بيتصل علشان يطمن عليها بتحور عليه بإن الدنيا تمام التمام وعايشة في شقة ولا في الأحلام، وبتاكل أكل مفيش بعد كده، وهي أصلاً مقضية 3 وجبات عيش حاف علشان توفر لأنها مش لاقية شغل. وآخر ما بتزهق بتنفجر على الواد اللي حيلتنا بحجة إنها مش فاهمة هي علاقتهم إيه بالظبط وهم مرتبطين ولا مش مرتبطين، وإنه عقبال ما ربنا يكرمه ويجي لها تكون هي رجعت، وبتقفل في وشه. ولما بيتصل تاني زمايلها في الأوضة التانية بيردوا وبيعرفوا اللي فيها، فبيفكس للجامعة وبيسافر لها تاني يوم، وعلشان حظه نفس حظها بيقع مع نفس السواق اللي بيقنعه إنه هيجيب له سكن فاخر من الآخر، وبياخده يعيش في الأوضة اللي جنبها من مدرب لياقة بدنية اسمه ماركر. وفي 2017 بنشوف آيلا وويلر اللي الفيديوهات وقعت في إيديهم وهم قاعدين يتناقشوا عن علاقتهم بعد ما اتفرجوا على أغلب الفيديوهات، وبيكون ويلر شايف إن اللي عملوه جنان وإن ما كانش ينفع يرتبطوا بالسرعة دي، بينما آيلا كانت شايفة إنهم مجانين لأنهم حبوا بعض، وده لأن في نظرها مفيش حد عاقل يحبها أصلا. وفي 2007 لما ابننا بيروح يوقع عقد مع شخص عايزه يخرج له فيلم بيدفعه كل اللي معاه علشان يشتري بدلة يحضر بيها مؤتمر معاه، وفي النهاية بيتخازوق ولا بيطول البدلة ولا الشغل. وبالليل بنتنا بتشوف ماركر زميله في الأوضة وهو بيعلق لها شنطة فيها أكل على الباب، وبيكون بيعمل كده كل يوم، فبعد ما بتاخده بتقول له شكلك كده بتحبني، بس يؤسفني أقولك إنك مش من نوعي المفضل، وإني كمان مرتبطة بشاب فورتيكا ما تجيش حاجة جنبه. وبعد ما بتلهف السندوتش وبتفكر للحظة بتقولي ليلى مش يمكن الأكل ده ليها هي، فبتضحك وهي بتقول لها أخيرا يا جدع ابتدينا نفهم أهو. وبيطلع إن بنتنا كانت فاهمة الحوار غلط، واللي ماركر معجب بيها تبقى ليلى. وفي 2023 بنعرف إن آيلا وويلر لسه صحاب، وبنشوفه وهو بيساعدها تنقل لشقة جديدة، وبنعرف إنها تنازلت عن مبادئها وارتبطت، لكن ارتباط كده أي كلام علشان الشخص المرتبطة بيساعدها تلاقي شغل في المدينة اللي مسافراها. فأول ما بيقول لها إنه خلاص مش هيسافر تاني وهيقضي وقته كله معاها بتقول له محن ماليش فيه، وبما إن سبب ارتباطي بح خلاص فبالسلامة لعلاقتنا هي كمان، وبتنفصل عنه بكل هدوء. وفي 2007 آدم بياخد باله من بنتنا وهي واقفة تكلم أمها اللي بتهزقها علشان ترجع، وبيكون عايز يروح يتكلم معاها، بيغير رأيه على آخر لحظة لأنه مش عارف يقول لها إيه أو يواسيها إزاي بعد ما دبسها، وخصوصا إن حالته المادية هي كمان زفت. وبعد تفكير وتفكير بيروح يشتري لبس دبدوب وبيفضل لازق لها في كل مكان تروحه لحد ما بيتصاحبوا على بعض. وفي يوم بيشوف شخص بيسرق بنت وهي مش واخدة بالها، فمن غير تردد بيروح يعمل معاه الواجب، ووقتها راس الدبدوب بتتخلع وبنتنا بتشوفه لكنه بيفلسع منها قبل ما تمسكه. وبالليل لما بتروح تتعشى كعادتها بتطلب أرخص حاجة علشان توفر، فبتصعب على صاحب المطعم وبيقدم لها أغلى حاجة من غير فلوس خالص لأن شكلها بيقول كحيانة من غير ما تنطق. وبيفاجئها آدم وبيروح لها علشان يحتفلوا سوا بمناسبة راس السنة، وقبل ما تهزقه بيقول لها إنه بيحبها ويا دوب لسه هتفتح اسطوانة التهزيق علشان فكس للجامعة، بيقطعها وبيعبر لها عن مشاعره. ومن هنا بيرجعوا لجنانهم مرة تانية وبيرجعوا الشقة سوا، ولسه بيقولوا بسم الله بيتقفشوا قفشة مش تمام، فبيصعبوا على ماركر وليلى وبيقرروا يعيشوا هما الاتنين مع بعض ويسيبوهم يعيشوا سوا. وفي الحقيقة حوار الصعبانيات والشويتين دول بيكون كلام فاكسين أخدوه حجة علشان يعيشوا مع بعض، لأن في إعجاب متبادل بينهم بقالهم شهور ومحرجين يعترفوا. وبتعدي فترة وبتروح بنتنا تقدم على شغل كمتدربة في فريق الإخراج، وكالعادة بيتفكس لها، لكن في النهاية العارضة اللي بيكونوا هيجربوا عليها الميك اب ما بتجيش، فبيدبسوها هي، قال يعني تساعدهم وهيعملوا معاها الواجب ويعينوها. وفي الآخر بيخزوقوها وما بتطولش منهم غير ملاليم، يا دوب بتجيب لها دبوس فرخة من كنتاكي، وعلشان قلبها حنين ما بيهونش عليها تاكله من غير آدم، فبتقسمه معاه وهي عين في الجنة وعين في النار. وبتعدي الأيام وهم عايشين حياة سعيدة مع زملائهم في السكن على الرغم من إنهم مفلسين. وبعد محاولات ومحاولات ليلى وبنتنا بيلاقوا شغل البيع مشروبات، فبيلزقوا في الشغلانة. وفي نهاية اليوم وهم راجعين البيت مع ماركر آدم وبنتنا بيفلسعوا هم علشان يفضلهم الأجواء، يمكن حد منهم ربنا يكرمه ويعترف، لكن كالعادة بيكونوا محرجين. وبيكون ماركر خايف يفقد السيطرة على نفسه ويعبر لها عن مشاعره
متضايق، فبيتلكك بإنه رايح يتمرن وبيفلسع هو كمان، وقلبه طاير من الفرحة علشان الكام دقيقة اللي قضاها معاهم. بينما بنتنا بتروق على آدم بفلوس اليومية اللي خدتها وبتاخده وبيروحوا يتفرجوا على فيلم في السينما. وتاني يوم هي وليلى بيفلسعوا من الشغل علشان يروحوا يلحقوا صاحبة ليلى اللي بتكون على وشك إنها حبيبها يقفشها وهي بتخونه. ولما بيرجعوا صاحبة المكان بتهزقهم، وكعقاب على اللي عملوه بتقول لهم مفيش يومية النهارده. وفي 2023 آيلا وويلر بيعرفوا إن فندق الألعاب الإلكترونية هيغيروا اللابات، وبكده مش هيعرفوا يتفرجوا على فيديوهات أبطالنا من تاني، فبيروحوا يقلبوا اللاب ويسرقوا القرص الصلب بتاعه بعد ما بيبدلوه بواحد تاني. وفي 2008 لما بوسي بترجع من شغلها بتلاقي ابننا وكل شباب السكن قاعدين متجمعين حوالين اللاب، فدماغها الشمال بتاخدها لحتة تانية وإنهم بيتفرجوا على حاجات مش تمام، ومن غير تفكير بتهزقهم، وفي النهاية بتطلع ظلمهم. وآدم كان بيوريهم الفيديوهات اللي كان بيصورها ليهم، فبتعبر له عن حبها كاعتذار، وبتكون الدنيا ماشية تمام لحد ما بيجيله اتصال من بنت دونجا بتلومه إن جه بكين وما فكرش حتى يعرفها، فكعادتها بتستنتج غلط وبتفكره بيخونها. بيقول لها والله ما حصل وإنها مجرد صديقة مش أكتر، وعلشان يثبت لها ده بياخدها وهو رايح يقابلها، وبرضه ما بترتاحش ولا بيهدالها بال غير لما بتشوف دونجا مع شاب وبتعرف إنها مرتبطة بيه، فبتطمن أخيرا وبترتاح بإن مفيش فرصة تسرق ابننا منها. ولما بتخرج من عندها بتقعد ترسم أحلامها معاه وعن الحياة اللي بتتمنى تعيشها في المستقبل، وبيفضلوا يرقصوا وهم مستمتعين بكل لحظة في وقتهم. وفي نهاية اليوم بيرجعوا للواقع مرة تانية وبيرجعوا لسكنهم اللي حتى المروحة مش موجودة فيه. وتاني يوم وهي وليلى في الشغل بيروح شوية أشخاص كانوا متعودين يشتروا منهم المشروبات يشكلوا فيهم، وبيتهموهم إنهم ماشيين مشي بطال وعاملين محترمين عليهم، وبيسمعهم آدم وماركر صدفة فبيروحوا يخانقوا فيهم وبيتقلب المكان لفوضى. وفي الوقت اللي بيجي اتصال لآدم بترد بنتنا عليه وبتعرف إنه اتقبل في شغل كان مقدم عليه، فبتاخد الميكروفون وبعلو صوتها بتعرفه، فبيفكس للخناقة وبيقف ياخد معاها هي وليلى وماركر سيلفي، فدم اللي كانوا بيخانقوا فيهم بيتحرق من برودهم وبيرجعوا يهاجموهم من تاني. وعلشان النحس نحس كاميرته اللي بيكون شغله الجديد معتمد عليها بتقع تتكسر، ففي النهاية بيستسلم وبيروح يشتغل مع دونجا اللي بتشتغل في تصوير الأفراح، وما شاء الله من يومه الأول وبتطلع عينه. وده لأن العروسة والعريس اللي ما بيكونوش فاهمين حاجة في حاجة بيقعدوا يتشرطوا ويتأمروا عليه، ولأن أكل العيش مر وخصوصا مع واحد مفلس زيه فبيضطر يستحمل. وبتقدر بنتنا تروح تتدرب مع المخرجة اللي كانت ادت لها ملاليم، وبتكون هي كمان طالع عينها ومستحملة غصب برضه، وعلشان بنتنا أصيلة فهي ما بتنساش ليلى، وفي أول فرصة بتجيب لها شغل كمقدمة لإعلان بيعملوه بعد ما المخرجة بتتزنق وما بتلاقيش حد مناسب. ولأن النحس حالف ما يسيبهم سلسلة واحدة من العارضين بتضيع، وبتكون بنتنا هي المسؤولة عن التنظيم وترتيب كل حاجة، فبتتدبس هي، وبتكون المفروض تدفع لها تمنها، ولأنها بتكون غالية ما بتكونش عارفة هتتصرف ازاي، لكن بتقرر ما تقولش لآدم علشان ما تشيلوش همها. بينما هو في الوقت ده ما بيصدق الفرح خلص علشان يفلسع، فبتروح دونجا تديله فلوسه وبتقوله إن عندهم فرح تاني بعد كام يوم لو حابب يكون معاهم، ولأن ما باليد حيلة بيوافق. لما بيرجع البيت بيخبي على بنتنا حوار شغله ده وبيقنعها إنه شغال على إخراج فيلم علشان ما تشيلش همه. ولما بتتصل على والدتها تتحايل عليها تسلفها تمن السلسلة بتقول لها في أحلامك علشان تبقي تعصي كلامي قوي وتسافري من ورايا، خلي اللي سخنك عليا يدفعلك، وبتقفل في وشها. وتاني يوم في شغلها بيعزمها على الغدا شخص اسمه هان على معرفة بيه من زمان لأنهم من نفس القرية، وبيكون شغال في نفس شركتها في منصب أعلى بكتير، وبيكون شكله كده معجب بيها، فبيلمح لها بما إنها مش قادرة على العيشة هنا تتجوز واحد يكون عايش هنا. وفي وسط ما هما بيتكلموا بتشوف آدم وهو داخل قاعة زفاف يصور فرح، فبتفهم اللي فيها، ومن كتر ما هي متضايقة لأنه بيواجه صعوبة في إنه يحقق حلمه بتتعصب وبتلومه، وكلمة من هنا على كلمة من هنا كل واحد بيتقمص من التاني وبيمشي. ولما بيرجعوا البيت بيدركوا غلطهم وبيعتذروا لبعض بعد ما بيقرروا يخرجوا سوا تاني يوم يحتفلوا بعيد ميلادها. ومن كلام آدم مع دونجا تاني يوم بنعرف إنه عرف بخصوص السلسلة وناوي يكمل شغل في تصوير الأفراح لحد ما يجمع لها تمنها، وبعد كده هيستقيل ويركز على هدفه. وفي النهاية بتصعب على والدتها وبتحول لها الفلوس. ولما بتروح لابننا قاعة الأفراح اللي بيصور فيها علشان يخرجوا سوا زي ما اتفقوا بتلاقيه قاعد ياكل بقايا الأكل علشان يوفر الفلوس ويخرجها، فبتقعد هي كمان تاكل معاه وبتقوله إنهم مش محتاجين يروحوا مكان تاني علشان يحتفلوا، وبتفاجئه بإنها اشترت له عدسة الكاميرا
بدل اللي انكسرت، فبيفاجئها بإنه باع الكاميرا علشان يشتري لها السلسلة. وعلى الرغم من إنها بتزعل من اللي عمله إلا إنها بتقرر ما تنكدش عليه لأن اللي حصل حصل خلاص، وبتقضي يومها معاه وهم مستمتعين بكل لحظة سوا. وتاني يوم وهم في المترو بيفاجئها بإنه حول قصة حبهم لنص وعايز يعملها فيلم. تعمل له فرح وبتقول له أنا هو إما بقيت أكبر مخرج فيك يا ياسين، والناس بتتمنى لك الرضا ترضى. وبيسمعهم شاب راكب معاهم فبيعجب بطموحهم وتصرفاتهم العفوية، وأول ما بينزلوا بيديهم إعلان مسابقة يقدموا فيها بالنص اللي كسبه. وبيعرف آدم إنه لو فاز هياخد جايزة 3 مليون وهيتحول النص الفيلم من غير ما يتغير فيه حرف واحد. فالحماس بياخدهم وبيقعدوا يخططوا هيعملوا إيه. وفجأة بنتنا بتتعب، ولما بياخدها للمستشفى بيصرف على العلاج كل الفلوس اللي معاه، لكن ما بيكونش فارق له غير إنها تكون بخير. وبعد ما بتتحسن بياخدها وبيمشي وهو سرحان والخوف واضح على ملامحه. وبنعرف إن الدكتور اتكلم معاه على انفراد وقال له إن احتمال يكون عندها كانسر في المعدة، فبيكون شايل الهم لأن مصاريف الفحوصات غالية جدا، ولأن مش قدامه حل بيرجع للشغل مع دونجا مرة تانية وبياخد منها سلفة. ولما أصحابه في السكن بيعرفوا بخصوص تعب بنتنا بيدوله كل الفلوس اللي معاهم، وبتتسلف ليلى من غير ما تقوله وبتديله الفلوس علشان يكمل المبلغ الناقص. وده كله وبنتنا بتكون فاكرة إن عندها قرحة في المعدة عادي، فبتتصدم لما بتعرف تاني يوم من مريض في المستشفى إن الفحوصات اللي جاية تعملها خاصة بالكانسر. فبتنهار لأن كل أحلامها اتبخرت في ثانية، وأول حاجة بتعملها هو إنها بتتصل تطمن على والدتها. وتاني يوم بتحجز تذكرة سفر وبتكون ناوية تتخلى عن آدم وترجع علشان ما تتعبوش معاها بعد ما اتأكدت إن عندها كانسر فعلا. وبتشتري له كاميرا جديدة علشان تكون ذكرى بينهم، وبيكون مصر يرجعها علشان ما تضيعش فلوسها عليه، لكن بترفض وبتصمم على إنهم يقضوا اليوم سوا وهو بيصور كل لحظاتهم. وبالليل بتفلسع من جنبه وهو نايم علشان تسافر، ولما بيفوق وما بيلاقيهاش موجودة بيفهم اللي فيها، فبيخرج يدور عليها زي المجنون لحد ما بيلاقيها وما بيكونش قادر يقول لها ما تسافرش، فبيطلب منها يقضوا الكام ساعة اللي قبل سفرها سوا، وبيروحوا يناموا على الجليد زي ما كانوا بيتمنوا، وبيفضلوا هناك لحد ما بيتفرجوا على شروق الشمس. وبيعبر لها آدم عن حبه وهو بيقول لها بنظراته ما تبعدش عنه، وبيشيل فكرة السفر من دماغها وبياخدها لدكتورة تانية بتقول لها كانسر ايه بس، انتوا اتعمل على قفاكم سبوبة، والمستشفى اللي كشفت فيها معروف عنها انها بتوهم المرضى علشان يعملوا اشاعات وتحاليل كتير وتطلع من وراهم بقرشين، والحوار وما فيه ان بنتنا عندها المرارة ملتهبة شوية مش اكتر. فمن الفرحة بيخرجوا يرقصوا سوا في الشارع، وبعد فترة بتشيل المرارة خالص ولحد ما بتبدأ حياتهم تتحسن، وبيشتري لها مكيف الهواء اللي كانت بتتمنى تشتريه لما يكونوا أغنياء. وفي يوم بيعزمهم هان في بيته وبيلمح لهم ياخدوا قرض ويشتروا بيت بدل الفلوس اللي بيضيعوها على الإيجار كل شهر، وبيسخف عليهم لدرجة إن لما بيشوف علبة الشوكولاتة اللي جايبينها معاهم بيقول لهم وفروا فلوسكم طالما ما حلتكوش حاجة، وبيديلهم بدل العلبة 6 علشان يوري لهم إنه عايش عيشة مفيش بعد كده. وده بيحسس آدم بالإهانة، فبيرجع البيت وهو متضايق على عكس سوزي اللي ما بتكونش فاهمة نوايا هان. وتاني يوم بيقعد يتكلم مع دونجا عن إنه عايز يكون غني علشان يوفر حياة أحسن لبنتنا، فبتقترح عليه يستثمر فلوسه في مشروع هي داخلة فيه، وبتشتغل زن على دماغه لحد ما بيوافق، بينما بنتنا بتكون رافضة بسبب خوفها من إنهم يخسروا الفلوس، وده لأن هدفها من إنهم يحوشوا الفلوس دي كانت إنها تديها له يخرج بيها فيلم لحسابه. وبيشدوا مع بعض في الكلام لحد ما في النهاية بتوافق، وفي النهاية دونجا بتخزوقه وبتاخد الفلوس وبتهرب، وفي لحظة بيخسر كل حاجة حتى شغله. وعند بنتنا وهي بتشتغل لوقت إضافي بيروح لها هان وهو واخد لها أكل، وبيكون عارف إن المخرجة مش هتعينها بشكل رسمي لأنها على علاقة بالمتدرب التاني، فهتعينه هو، وعشان كده بيعرض عليها يوفر لها شغل في مكان تاني، لكنها بترفض وبيكون عندها أمل ده ما يحصلش. وفي وسط ما هما بيتكلموا بينسى نفسه وبيمسح لها بقايا الأكل من على شفايفها. وفي نفس اللحظة اللي آدم بيروح لها علشان يرجعوا البيت سوا، ولما بيشوف ده قلبه بيوجعه من الغيرة ومن خوفه من إنه يخسرها، وخصوصا بعد ما خسر الفلوس. تاني يوم على الفطار بيكون عايز يحكي لها عن اللي حصل، بتقوله لما ترجع من الشغل لأنها مش فاضية، وفي الشغل المدير بيقعد يهزق فيها هي وزمايلها بسبب ومن غير، فالمتدرب اللي بينافسها خلاص بيجيب آخره وبيقوله بقولك إيه، روح اتعلم القراية والكتابة الأول وبعدين تعالى شوف نفسك علينا. وبيقول للمخرجة اللي بينا فركش خلاص، وبيقدم استقالته، وقبل ما يمشي بيدي لبنتنا السلسلة بتاعة العارضة، وبيطلع إن هو اللي كان أخدها علشان يلبسها لبنتنا وفرصة التعيين تكون ليه هو. وبتقدر ليلى تجمع الفلوس اللي كانت أخدتها من صديقها، ولما بتروح ترجعها له بيرفض ياخدها وبيقول لها من الآخر كده إنه عايز ينفصل عن البنت المرتبط بيها ويكون معاها هي لأنه معجب بيها، ولسه هترفضه وتوضح له إن عندها مشاعر لحد تاني، حبيبته اللي بتكون نفسها صديقته اللي لحقتها قبل كده علشان ما يشوفهاش وهي بتخونه. بتدخل عليهم زي القضا المستعجل وبتعمل لهم فضيحة في المكان. ومش بس كده، دي بتشتغل تلقيح هي وشلتها على ليلى كل ما يشوفوها، وبيطلعوا عنها إشاعات مش كويسة، وبيوصل بيهم الموضوع
بتضطر إنهم يروحوا وراها السكن ويهينوها في قلب أوضتها، فبيدافع ماركر عنها وبيطردهم. وبالليل لما آدم بيعترف لبنتنا إنه خسر شغله بتطلع أصيلة وبتقوله إيه المشكلة، بكرة تلاقي اللي أحسن منها. ولما بتعرف بخصوص الفلوس اللي خسرها بتقوله فداك وإيه يعني، إحنا كده كده كنا مفلسين من البداية، فما جاتش على المرة دي. وبتطمنه بإنها اتعينت بشكل رسمي خلاص وإنهم هيرجعوا يحوشوا من تاني. وبتاخده تاني يوم لهان علشان يساعده باستخدام واسطته يلاقي شغل، لكن كعادته بيفضل يقلل منه وإنه ولا حاجة وعلشان خاطر بنتنا بس هيتصرف. وبيديله علب حلويات ياخدها معاه وهو ماشي لأنه مش محتاجها، فبيحس بالإهانة للمرة التانية وبيكون هاين عليه يلطعه بوكس يجيب أجله، لكن بيتمالك نفسه علشان سوزي معاه. وعند ليلى في الجامعة بيعرفها الدكتور إنها المفروض تدفع مصاريف السنة دي وتنسى المنحة اللي كانت واخداها، لأن بسبب الإشاعات اللي طلع عنها الجامعة لغتها لها. وبيجهز هان مقابلة لآدم مع ناس يعرفهم عشان يشغلوه، لكن لما بيروح بيقعد يتريق على إن لبسه مش مناسب وإن الأفضل سوزي تدخل هي المقابلة مكانه. وبتعمل كده فعلا وبتشرب كتير معاهم علشان في النهاية تقدر تقنعهم. ولما ابننا بيشوف حالتها بياخدها للبيت وهو قلبه وجعه على الحالة اللي هم فيها. وفي 2024 بنعرف إن ويلر وقع في حب آيلا، وعلشان كده كان كل ما يشوفها مع شباب يغير عليها، لكنها ما كانتش واخدة بالها وكان بالنسبة لها أخ صغير لأن في فرق سن بينهم. وبيعرف هان بنتنا بإن رئيسه قبل يشغل آدم في محطة التلفزيون وإن كشكر ليه ممكن تديله 200,000 ولا حاجة، وبيتفق معاها تجيب له الفلوس بالليل وهو هيوصلها له بنفسه. وبالفعل بتقرر تعمل كده وبتروح تسحب فلوس كانت والدتها بعتها لها علشان تديها له. وهنا آدم بيعترض وما بيكونش حابب إنها تصرف عليه، وخصوصا إن الفلوس فلوس والدتها، وبيكون أصلا لقى شغل تاني في إخراج الأفلام لكنها بتكون زهقت وبتكون عايزاه يلاقي وظيفة مستقرة. وفي النهاية بيشدوا مع بعض وبيهددها بإنها لو عملت اللي في دماغها وخرجت من باب الأوضة هينفصل عنها، ولأنكم عارفينها مفيش أعند منها بتقول مش على آخر الزمن أنا اللي اتهدد، وبتنفذ اللي في دماغها وبتروح لهان اللي بيصر على إنها تشرب معاه. وقبل ما تمشي بيعترف لها إنه معجب بيها وإنه ما جابش وظيفة لآدم ولا حاجة، وبيكون هيعتدي عليها بعد ما رفضته وبتضربه وبتستخبى في الحمام. ووقتها الكهرباء بتقطع وبيكون خلاص الوقت متأخر، فبيقرر آدم يروح لها وبيتصل عليها في نفس الوقت اللي هي بتتصل عليه علشان يلحقها، فبيديهم الاتنين إن التليفون مقفول. ووقتها هان بيفقد وعيه فبتتسحب وبتاخد شنطتها وبتخرج من غير ما يحس، لكن قلم الروج بتاعها بيقع منها وما بتاخدش بالها. فلما آدم بيجي يخبط على باب الشقة وهان بيفوق بيشوفه وبيخرج له من غير تيشيرت بعد ما حط قلم الروج على السرير، وبيلمح له بإنها قضت الليلة معاه بإرادتها. فبيمشي وقلبه مكسور وبيفضل يمشي في الشوارع وهو مش عارف هيواجهها ازاي، وبتكون هي كمان على نفس الوضع وما بيرجعوش غير الصبح. وأول ما بتشوفه بتنهار وبتطلب منه وهي كارهة نفسها ينفصلوا، فما بيقدرش يقاوم دموعها وبيحضنها يواسيها وهو بيقول لها إنه استحالة ينفصل عنها، وده كله وهو ما يعرفش إن مفيش حاجة حصلت بينها وبين هان أصلا. وبعد فترة في شغلها بتيجي متدربة جديدة وبتتفاجئ إنها اتعينت بشكل رسمي مع إن ده أول يوم ليها، وهي بقالها كذا شهر متعينة ولسه إجراءات تعيينها بشكل رسمي ما خلصتش. فبتفقد أعصابها على الموظفة المسؤولة وبتفضل تزعق لحد ما بتعرف إنها متعينة واسطة. وبتقابل آدم مع دونجا صدفة في المترو فبيروح يدهم لها في جنابها، لكن حالتها بتكون تصعب على الكافر بعد ما بقت متداينة لطوب الأرض، فبتصعب عليه وبيديها فلوس تشتري حاجة تاكلها. ولما بيرجع البيت بنعرف إن علاقته هو وسوزي مش أحسن حاجة، وإن من اليوم النحس ده وهم كلامهم مع بعض بقى قليل، وبيكون هو مستنيها تحكي له إنها غلطت مع هان وتعتذر، وهي كمان بتكون مستنياه يعتذر لها لأنه اتعصب عليها في اليوم ده وقفل تليفونه لما حاولت تستنجد بيه. وفي الشغل تاني يوم لما بتشوف فرق المعاملة بينها وبين الموظفة الجديدة بتفقد أعصابها لأنهم بيعاملوها على إنها نكرة وبتستقيل. وبالليل وهي قاعدة تتعشى مع آدم وزمايله بتفقد أعصابها من تاني على آدم وبتقرر ترجع لقريتها بعد ما بتقوله إنها خلاص عايزة تنفصل عنه، وبتكون متضايقة لأن علاقتهم بقت باردة وما بقاش يعاملها زي الأول. ولما ليلى بتحاول تغير رأيها بتفضل مصرة على قرارها، وتاني يوم بتتفق معاه يتقابلوا بالليل للمرة الأخيرة قبل ما تسافر ويحتفلوا بعيد ميلادها سوا. وقتها هو بيوصل للشخص اللي كان نصب عليه في فلوس البدلة، ولما بيروح له علشان يطلب منه يرجع له فلوسه ويقدر يرجع لها ال200,000 اللي دفعتهم علشانه بيضربه وبيرمي له ملاليم على الأرض. وبتكون بنتنا في الوقت ده خلاص هتمشي من المطعم اللي مستنياه فيه لأنه اتأخر، فبيوصل على آخر لحظة ووشه متشلفط وبيفاجئها وبيعرض عليها يتجوزوا، وبتكون فعلا هتغير رأيها وتوافق، لكن بتفقد أعصابها تاني. وأول ما بتعرف إنه شاكك في إن في حاجة حصلت
بينها وبين هان وإنه هيعدي الموضوع عشان بيحبها، بتحكي له كل اللي حصل في الوقت ده وقد إيه كانت خايفة ومستنياه يجي يلحقها، وبتكون حاسة بالإهانة من إنه فكر فيها بالشكل ده، فبترفض عرضه وبتمشي وهي منهارة. وفي البيت بيجي لها اتصال بإنه اتخانقوا في اسم الشرطة، فبتروح له وهي هتتجنن من خوفها عليه، وهناك بتشوف هان فبتفهم إنه الشخص اللي اتخانق معاه، بينما ابننا بيكون قاعد منهار لكن لأنه ما وثقش فيها وصدق كلامه. وبتفضل بنتنا نايمة في اسم الشرطة لتاني يوم، ولما بتفوق وبتسأل المحقق عنه بياخدها يوصلها في طريقه للبيت، وبيطلب منها تنسى وتبدأ حياتها، فبتخاف وبتحاول تلاقي واسطة تخرجه بيها. وأول حاجة بتعملها هو إنها بتروح تطلب من سواق التاكسي يساعدها لأنه كان قال لها إن عنده معارف كتير، وفي الآخر بيطلع محاوراتي، لكن بيفيدها بكم معلومة زي إنه آدم لازم يكون عنده عقد شغل علشان الحكومة ما تفتكروش عاطل عن العمل وبتاع مشاكل، والحاجة التانية إن هان لازم يتنازل عن القضية. فمن غير تردد بتروح له البيت وهو مع أصحابه وبتطلب منه ياخد الفلوس اللي عايزها بس يتنازل عن القضية. ولما بتلاقيه معاند بتخلع هدومها وهي بتقول له مش كنت عايز تنام معايا، احنا فيها اهو يلا، وبتعمل له فضيحة قدام صحابه، فبيخاف على نفسه وبيروح يتنازل فعلا بعد ما بيرجع لها ال 200,000 اللي كان أخدها منها. ولما بتسأل المحقق كده آدم هيخرج إمتى، بيقول لها مش قبل أيام علشان ياخد قرصة ودن ويتعلم الأدب، وفعلا ما بيخرجش غير بعد 10 أيام. وبتستقبله هي وزملائهم في السكن، لكن بتتقل ومش بتتكلم معاه خالص. وعلى الرغم من كل اللي عملته علشان يخرج، فهي بتكون مخططة برضه لإنها ترجع للقرية من تاني لأنها شايفة إنها وش المصايب كلها. ولما بيحاول يفتح كلام معاها ويحكي لها عن اللي عاشه الفترة اللي فاتت، بتقطعه وهي بتعبر له عن حبها، وبيقضوا الليلة سوا. وبعد ما بينام بتجهز حاجتها علشان تسافر، وبيصحى وقتها وبيشوفها فبيستنى لحد ما بتخرج، وبيروح وراها لحد ما بتوصل المطار لأنها شاربة ومش في وعيها. وعلى الرغم من إنه بيكون منهار ومش متخيل إزاي هيعيش من غيرها، إلا إن قلبه ما بيطوعوش يقول لها تفضل معاه لأنه شايف إنه ما يستحقهاش بعد ما شك فيها. وتاني يوم بتيجي سيدة اشترت المبنى اللي هو ساكن فيه تهزقه هو وزمايله لأن الشقة زريبة، وبتقول لهم إن معاهم 3 أيام وينقلوا وإلا هتبلغ عنهم. ولما ماركر بيشوف ليلى حزينة وبيحاول يواسيها، بترجع له فلوس كان اداها لها تدفعها لمصاريف الجامعة، وبتعرفه إنها خلاص اتطردت وهترجع تاني يوم لقريتها. ولما بيحاول تاني يوم يغير رأيها ويقول لها أخيراً إن عنده مشاعر ناحيتها، بتقول له إن جه متأخر وفرصتهم ضاعت خلاص، وبتمشي وقلبها مكسور لأن هي كمان معجبة بيه، بينما هو بيقعد يشرب مع آدم وهم بيحكوا أحسانهم لبعض. وعند سوزي أمها بتأجر لها أوضة جنب الشغل اللي جايبه لها علشان ما تتعبش في المواصلات، وما شاء الله من أول يوم شغل والمدير بيقعد يتلكك لها. في النهاية بترجع ليلى مرة تانية وبتعترف لماركر إنها كمان بتحبه، وبينقلوا سوا لسكن جديد، بينما آدم بيفضل في نفس الشقة. ولما دونجا بتعرف اللي حصل بتروح له وبتحاول تستغل الفرصة وتتقرب منه لأنها معجبة من زمان، لكنه بيبعدها عنه، وبيفضل يشرب وهو منهار لحد ما بيسكر، واللحظة بيتهيأ له إنها سوزي فبيسمح لها تتقرب منه. وفي نفس الوقت اللي سوزي بترن عليه علشان تتمنى له سنة سعيدة، لكن عقبال ما بيفوق من تهيؤاته وبيمسك التليفون بتكون قفلت. وبتعدي الأيام ووالدة بنتنا بتحاول تدبسها مع شاب اسمه ديفيد معجب بيها، فبتضطر بنتنا تخرج معاه كذا مرة علشان تخلص من زنها. ولما بتلاقيه مهتم بكل تفاصيلها وبيحبها بجد، بتحاول تديله فرصة وتنسى الماضي وتبدأ معاه من جديد. ففي يوم وهو بيوصلها للسكن بتقترح عليه يطلع يقعد معاها شوية ويتعرفوا أكتر. وأول ما بيوصلوا الشقة بتتفاجئ بآدم واقف قصادها، وعلشان آدم ما يحطهاش في موقف محرج قدامه بيحور عليه وبيقول له إنه ابن عمها، وبيروحوا التلاتة يتعشوا سوا. ولما بتقعد بنتنا تلقح عليه وبيطلب منها ترجع تسافر معاه لأنه واثق إنها لسه بتحبه، بتقول له ينسى إن ده يحصل وإنها تتجوز ديفيد، وبتكون عايزاه يسافر لوحده لكنه مش بيستسلم، وبيروح يعيش في بيت ميا صديقة قديمة وبيطلب منها تساعده في إنها ترجع له من تاني. وتاني يوم بيروح لأمها البيت وبيقعد يتحايل عليها تجوزها له، فبتقول له في ماني في جواز، مفيش ماني مفيش سوزي. وكلمة من هنا على كلمة من هنا بتقول له شد حيلك واشتغل واثبت لي إنك هتكون قد المسؤولية وأنا على عيني هجوزها لك. ولما بنتنا بتخرج تهزقه بيقول لها إنه في 2025 البشر اخترعوا الرجوع بالزمن، وإنه جاي من 2025 وعارف إنهم هيرجعوا لبعض. وهنا بتخرج والدتها تديهم له في جنابه من الهبل اللي سمعاه. وفي النهايه بنتنا بتنزل بسقف احلامه الارض وبتقول له ما يديش لنفسه امل على الفاضي لانها مش هترجع له وهتتجوز ديفيد في اسرع وقت، وبتعرفه انها حجزت له تذكره سفر تاني علشان يرجع لبكين تاني. فبيستسلم للامر الواقع وبيروح لها تاني وهي بتجرب فستان الفرح، وبيودعها وهو منهار وبيمشي. وبتكون هي كمان ندمانه على قرارها، فالاول مره امها بتقول لها تمشي ورا قلبها، وطالما لسه عندها مشاعر ناحيته تلحقه. فمن غير تردد سريع بتروح له المطار وبيسافروا سوا. وكده بينتهي الجزء الأول. سلام.